لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. وفاة وانتحار نجمة تيك توك إيمان إتيانزا. يتابعها مليون شخص. انتحار نجمة تيك توك إيمان إتيانزا صدم جمهور وسائل التواصل الاجتماعي بخبر وفاة نجمة تيك توك الفلبينية إيمان إتيانزا البالغة من العمر 19 عاما. وكشفت السلطات في مدينة لويس أنجلوس الأمريكية عن وفاة ناجمة عن انتحار داخل منزلها يوم 22 أكتوبر تشرين الأول الجاري، وفقا لتقرير رسمي صادر من مكتب الطب الشرعي في المقاطعة. إيمان واسمها الحقيقي أومنويل إتيانزا كانت قد انتقلت مؤخرا إلى الولايات المتحدة سعى لتحقيق حلمها بأن تصبح مؤثرة بارزة هناك. بعدها حصدت أكثر من مليون متابع على تيك توك وقربت 50 مليون إعجاب بفضل محتواها الصادق حول الصحة النفسية والتنمر والتحديدات الشخصية. رحيل إيمان المفاجئ ترك صدمة واسعة في الفلبين والعالم، خصوصا أن والدها كيم إتيانزا هو إعلامي وخبير أرصاد شهير في الفلبين. أعلن الخبر في منشور مؤثر بينما كتبت والدتها فاريا يوسينا: لقد جلبت إيمان الكثير من الفرح والحب إلى حياتنا، وسنظل نتمسك بذكراها المليئة بالتعاطف والشجاعة. وبحسب منشور سابقا للراحلة فقد تحدثت بصراحة عن معاناتها الطويلة من الاضطرابات ثنائي القطب والأفكار والانتحار التي لاحقتها منذ سن 12، ووصفت حالتها بأنها مقاومة للعلاج، لكنها أعربت عن أملها في التغلب على هذا الصعوبات مع اقتراب عام 2025. واشتهرت إتيانزا بمناقشتها الشجاعة لقضايا الصحة النفسية والوعي المجتمعي، كما لم تتردد في التطرق إلى قضايا اجتماعية وسياسية مثيرة للجدل في بلدها، ما جعلها عرضة للانتقادات، لكنها ظلت تعزى باحترام واسع لجراءتها وإنسانيتها. ونعى مركز سورب GME للفنانين في الفلبين الراحلة بكلمات مؤثرة، مؤكدا أنها كانت عضوة عزيز في العائلة الفنية وستبقى ذكراها مصدر إلهام ودفاع المساندة كل من يعاني في صمت.